خلي نسبة الاستخدام أقل من 30% من الحد الائتماني لو تقدر. أحسن من كده لو وصل 10% يبقى ممتاز. سادساً، الربط بالعروض واللويالتي يخلوك تستهلك أكتر. العروض والمكافآت بتخلي العميل يحس إنه بيكسب لو صرف أكتر. الشركات بتشجعك تصرف عشان تجمع نقاط، والنقاط دي في النهاية بتزيد استخدامك للبطاقة وتحقق لهم فوايد ورسوم أكتر. طيب، نشرح ليه هم بيحاولوا يقنعوك. نيجي بقى للحقيقة العملية. إمتى الكريدت كارد مفيد ليك وإمتى خطر؟ إيجابيات لو استخدمتها صح: بتبني سكور كويس لو بتدفع كامل فاتورة الشهر Pay in full، فرسيم بودك سمده. بتحصل حماية على المشتريات Dispute Chargeback، وتأمين على السفر في بعض الكروت. مكافآت ونقاط فعلا مفيدة لو مصاريفك ثابتة وبتدفعها كل شهر. نصايح عملية ومباشرة علشان ما تتورطش. 1. اتفق مع نفسك، لو ما تقدرش تدفع الفاتورة كاملة شهريا ما تفتحش الكارت. 2. أبص على APR مش بس على الانترو اوفر، الفايدة الحقيقية بعد انتهاء العرض بتفرق كتير. 3. لاحظ الرسوم Annual Fee، Foreign Transaction Fee، Cash Advance Fee، Late Fee. 4. اتبع قاعدة اليوتيلايزيشن، خلي نسبة الاستخدام أقل من 30% من الحد الائتماني لو تقدر. أحسن من كده لو وصل 10% يبقى ممتاز. 5. فعل الأوتو باي علشان ما تفوتش دفعة وتتعرض لغرامة أو بينالتي APR. 6. لو هتسافر برا، شوف لو الكارت فيه Foreign Transaction Fee، بعض الكروت بتشيل الرسوم دي، مهمة لو بتسافر كتير. 7. قارنوا عروض الكروت، بعض الكروت عندها Annual Fee بس بتعطي مزايا تغطي الرسوم لو بتستغلها. احسبها. ختاما، الكلام اللي مهم تعرفه: الناس بتعرض لك الكارت عشان هي فعلا هتكسب منه، فمش كل عرض جميل ليك. الكارت سلاح قوي لو تعرف تستخدمه، وفخ خطر لو مش بتحسب الفايدة والرسوم. اسأل نفسك، هل هذا الكارت هيزود دخلك أو يوفر عليك، ولا هيساعد البنك يطلع منك فلوس كل شهر؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل لايك، وشارك مع اللي تعرفه عشان ما حدش يتورط بالغلط. قول لنا تحت بتسمعونا منين، ولو في أمريكا في أنهي ولاية، وشاركنا تجربتك مع الكريدت كارد لو عندك. إخلاء مسؤولية قانوني. المعلومات في الفيديو لأغراض التوعية العامة فقط، وليست نصيحة قانونية أو مالية شخصية. القوانين والشروط البنكية تختلف حسب الولاية والمصدر. قبل اتخاذ قرار مالي مهم، استشر محاسب ضرائب أو مستشار مالي مرخص.